واحد لما بيجي يذكر حد كبير قوي على الناس ولما يجي عند ربنا يتخشع بيخطر في بالي كتير سيدنا خالد بن الوليد في موقف ليه. يعني سيدنا خالد ده انت لما تذكره تحس ان انت اتخضيت، صح؟ له في قلبك مهابه وجلاله. الناس كلها القاده اللي في العالم حاطين جعبه السهام على كتافهم، وسيدنا خالد جايب السهام مرشقها في العمه. تصور حاطط السهام في العمه بتاعته، مرعب. الدرع بتاعه ما يتغسلش، عليه دم الحرب زي ما هو كده، يصدي بدمه ما يتغسلش. حاجه بقى يعني كما تعلمون. اما جه في غزوه مؤته وبصوا لو جموع الروم كبيره، وتعرفين غزوه مؤته بقى الامراء الثلاثه قتلوا فيها، فالناس رشحوا سيدنا خالد. فهو بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: واخذ الرايه سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. عشان كده هو انتصر في غزوه مؤته في الحقيقه، لانه النبي قال يفتح الله على يديه. فسيدنا خالد وهو واقف، بص خد بالك من عظمه خالد بن الوليد. انتوا عارفين في غزوه مؤته ده حصل ايه؟ كسر 9 سيوف في ايده. عمرك شفت سيف يكسر؟ ايه الدراع اللي بيضرب بقى ده بالسيف؟ كسر 9 سيوف، ملاش حاجه الا حله يمنيه، حله راح ماسكها وقام لطش في الناس. تصور بقى حله كانت في ايديه، جسور جدا، رجل يعني رضي الله عنه، حاجه يعني رضي الله عنه. حتى وهو ميت تحس انه ايه؟ تحس انه قاعد على حيله، يعني مش ميت، تحس انه قاعد على حيله. يقول وهو بيموت: ما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضرب او طعن، وانا ده انا اتهريت عشان اموت في سبيل الله، وها انا اموت على فراشي كما حتف انفي كما يموت العير، الا فلا نامت اعين الجبناء. بيخطب وهو بيموت حتى كانه لا يتهدد به رضي الله عنه. خالد بن الوليد بقى في قمه عنفوان، راح مغير الميمنه ميسره والميسره ميمنه والساقه في القلب والقلب في الساقه. الجيش الوجوه اتغيرت. راح واقف قدام الروم، لما صحوا الصبح قالوا ده جابوا ده ناس جديده جات لهم، واحنا كنا خلصنا معاهم امبارح بالعافيه. جابوا ناس جديده، فوقع الرعب من الخطه بتاعته، بس وقع الرعب في قلوب الاعداء. ده قبل ما يهجم ولا يعمل، وهو واقف في مقامه. انا متخيله كده واقف بقى فارد عضلاته. حد من مشايخنا بيقول في بعض الاخوه ذهب الى تركيا، فشاف السيف الموروث عن خالد بن الوليد. بيقول مسكته لقيته قرابه 30 كيلو. السيف ده بيكسره في ايده خالد بن الوليد. كان دراعه شكله ايه بقى خالد رضي الله عنه؟ فواقف بقى كده. وسيدنا خالد كان يتصدر الصف، وكان من خططه انه يدعو الرئيس بتاعهم يبارزه ويخش عليه، يروح مموته موته. لازم يعمل معاه موقف كده. يعني مره دعا ملك من امير من امراء الروم، قال من يبارز؟ راح طلع له واحد منهم ب1000، راح قتله وراح قاعد عليه وقال لهم هاتوا لي العشاء. جابوا له الاكل، اكل وهو قاعد فوقيه عشان يخض الناس اللي حواليه. الراجل ضخم جامد خالص. فسيدنا خالد واقف قدام بقى وكده، فواحد من الناس بيساله سؤال عسكري استراتيجي، بيقول له ايه؟ ورانا جبل اسمه سلمى والناحيه الثانيه جبل اسمه اجا. فقال يا خالد: الى سلمى او الى اجا؟ يعني احنا قدامنا 200,000 واحنا 3000، فضل علمتهم مننا امبارح. فلما تيجي هجم، لما يخبطونا هنرجع لورا شويه وبعدين نرتد عليهم تاني. لما نرجع لورا لازم ناخد ظهر. هيبقى ظهرنا مين عشان ما يلفوش علينا؟ ده سؤال عسكري، شفت ازاي؟ ده سؤال عسكري. فاول ما قال له كده انتخى خالد، راح موطي في الارض كده. شوف العملاق ده، راح موطي في الارض كده، ثم رفع راسه، بص لقى عينيه بتدمع، ثم قال: لا الى سلمى ولا الى اجا بل الى الله الملتجا. هنروح فين؟ عشان كده كانوا بينتصروا، عشان كده كانوا بيغلبوا. خدتوا بالكم يا اخوانا من الافتقار ده؟ لما عشان كده